بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله الذي وسع كل شيء علما ورحمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله إننا معاشر المسلمين على اختلاف ألواننا وأجناسنا وبلداننا وأعمارنا في حاجة كبيرة إلى أن نتراحم فيما بيننا كثيرا وأن يرحم بعضنا بعضا كثيرا وأن نكون من الرحماء وأن تكون قلوبنا مليئة بالرحمة إذ هو وصف أهل الإيمان. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالشهر والحمى، وهو الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كما أخبر بذلك ربنا سبحانه عنهم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ورحمتنا لبعض وتراحمنا فيما بيننا من أعظم ما نستجلب به رحمة الله لنا وبنا في الدنيا والآخرة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: من لا يرحم الناس لا يرحم الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، بل حتى الحيوان إن رحمناه رحمنا الله، فكيف برحمة إنسان؟ بل كيف إذا كان هذا الإنسان الذي رحمناه مؤمنا بالله واليوم الآخرة؟ وقد صح أن رجلا قال: يا رسول الله إني لا أرحم الشاة إن أذبحها، فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وصح عنه أيضا أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطس فأخذ الرجل خفة فجعل يغرف له به حتى رواه فشكر الله له فأدخله الجنة. بل وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يرحمون صغار المؤمنين ويوقرون كبارهم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الراحمين والمرحومين كثيرا، إنه سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله الذي وسع كل شيء علما ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله إن من لطف الله بنا أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم واسع المغفرة، ومن سعة رحمته أنه قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. وسعت في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. فرحمة الله سبحانه وتعالى شملت هذا العالم بأشره، رحم الناس بها بعضهم بعضا،
رحمت بها الأم ولدها والأب أولاده، رحم بها الكبار الصغار، والحيوان رحم بها الحيوان. وقد تتابعت الآيات القرآنية على بيان سعة رحمة رب العالمين، فقال تعالى: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. حتى أن الآيات التي فيها الرحمة ودلالتها تتجاوز 100 آية من كتاب الله تعالى، بل وذكر اسم الرحمن في القرآن 57 مرة، واسم الرحيم 100 مرة. وأول آية في القرآن ذكر فيها الرحمن الرحيم، وهي أول آية في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم. فالرحمن صفة قائمة به سبحانه شاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، ولذا لا يجوز لمخلوق قط أن يسمي نفسه بالرحمن، فلا يجوز أن يصرف هذا الاسم العظيم للمخلوق. ولذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. عباد الله، إن الله عز وجل واسع العطاء واسع الرحمة جزيل العطاء لمن آمن وعمل صالحا، فمهما بلغت ذنوبه وكثرت خطاياه ثم تاب وأناب إلى الله تاب الله عليه وقبله وأجزل له المثوبة. وفي هذا الحديث تقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعة رحمة الله عز وجل، فيخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم صبي، فإذا امرأة من الصبي فقدت صبيها وتضررت باجتماع اللبن في ثديها، وفي أثناء سعيها وجدت ابنها بعينيه فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. عباد الله، إن من عجائب الرحمة إن رحمة الله قد تصيبك من عدو أراد أن يضرك، فكان سعيه بالإضرار سببا لأن يرحمك الله. وكم من عدو أراد إرادة خبيثة تضرك فجعل الله مكره يهيق به، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على كل خير. قوموا إلى الصلاة.